هقول لكم النهارده ازاي نعمل صينيه جلاش باللحمه المفرومه ويطلع معاكم مقرمش جدا من بره ومنفوخ وفي نفس الوقت طري وجوسي من جوه جدا. الصينيه بقى حجمها مناسب، ندهنها سمنه متسيحه او زيت، بلاش زبده، ونجيب رقين من الجلاش نحطهم فيها ونبدا كده الاطراف الزياده نتنيها لجوه بالشكل زي ما انا عاملاه في الفيديو كده. ندهن بقى سمنه او زيت ونركز كويس قوي ان كل حته في الجلاش يبقى طايلها السمنه والزيت، مش مهم الكميه، المهم ان كل حته تبقى متلمعه بالزيت. هنكرر بقى نفس الكلام طبقتين وفوقيهم زيت او سمنه لحد ما نوصل لنص كميه الجلاش اللي موجوده في اللفه. في النص بقى هنضيف لحمه مفرومه متعصجه وهبقى انزل لكم فيديو تاني طريقتها بالظبط. ضفت بقى كده شويه زيتون وجبنه شيدر، ممكن تضيفوا بدلها جبنه رومي. هنكمل بقى رص الطبقات بنفس الطريقه وما ننساش الزيت او السمنه بين الطبقات لحد ما نوصل للطبقه الاخيره، ودي هتبقى مختلفه شويه، هنتني فيها الاطراف الزياده لجوه مش لبره زي ما كنا بنعمل قبل كده. وكمان الزيت او السمنه اللي بندهنه على الوش في الطبقه الاخيره بيكون بسيط جدا. هنقطع بقى الجلاش في كوبايه بقى على جنب كده، هنكسر بضايه ونحط فيها كوبايه لبن ونص معلقه صغيره ملح ونص معلقه صغيره فلفل، وهنقلب كل الكلام ده مع بعض كويس. هنسقي بقى الجلاش بالخليط ده ونبدا كده نهز الصينيه لحد ما كل الخليط يخش بين فتحات الجلاش. غطوا بقى الجلاش وسيبوه كده زي ما هو على رخامه المطبخ لمده مش اقل من نص ساعه. الخطوه دي هتخلي الجلاش يطلع معاكم منفوخ وجوسي جدا. هندخله بقى الفرن على حراره 200 لحد ما الاطراف بتاعته تحمر. بنطفي عليه الفرن وقتها ونولع عليه الشوايه لمده دقيقه واحده، وبالهنا والشفا.